محبين وعشاق اوبو، الفيديو ده ليكم. انتوا بتحبوا الاوبو اي 6 برو ال 5 جي الجديد، لكن لسه مقلقين شويه. سمعتوا ناس كتير اراء متناقضه، يا اما يمدحوا فيه بطريقه مبالغ فيها، والبعض يقول لك بلاش، المعالج وحش، الكاميرات وحشه، السعر مرتفع. طب فين الحقيقه؟ انت عايز الصراحه برضه، ده كده كده ميال انك تجيبه، بس عايز تطمن شويه. انا هطمنك، تعال نتكلم بكل صراحه وندي التليفون حقه، سواء مميزاته او عيوبه. تعالى نبدأ بالتصميم، لان في كام نقطة بتميزه. شكل الموبايل من الظهر شكل لطيف، مع نقشة جديدة كده بتدي الوان كده في الظهر، مع اللون الجديد الفاتح ده. بصراحة كان لون مميز ولون جديد. بالنسبة لتصميم الكاميرات برضو هو لا بأس به، هو مش بيتبع التصاميم اللي هي اوفر شوية او تحسها مبالغ فيها ممكن تضايقك. لا، التصميم بتاعه نوعا ما هادي، ولكن برضو مميز كده ومعروف ان ده اوبو. بالنسبة لخامات التصنيع، عندنا الخامات من الكامل من البلاستيك، ولكن هو بلاستيك متين، مش هتحس يعني ان هو موبايل رخيص. والموبايل جاي مقاوم للصدمات، وبشهادة معتمدة ان هو ضد الصدمات. لو وقع منك عن ارتفاع متر او اتنين حتى، هيتحمل معاك الصدمات عادي، مش هيتكسر يعني بسهولة. ولكن طبعا دي شهادات بتديك حماية أكبر للموبايل، بتطمنك لو الموبايل وقع منك. فبلاش انت تجيب الموبايل وتقعد بقى ترمي فيه وتقرب مرة واتنين وتلاتة، عشان في النهاية لو اتكسر انت اللي هتصلحه، والضمان ما بيشملش حاجة زي كده. فانت حافظ على موبايلك. نفس الكلام برضو، عندنا شهادة محترمة هنا لمعيار مقاومة الماء والغبار، الاي بي 68 والاي بي 69. الموبايل ينزل تحت المايه عادي جدا. لكن نفس الكلام بالنسبة لموضوع الصدمات على موضوع المايه، ما تنزلش الموبايل بنفسك في المايه. الوزن هنا 185 جرام، حقيقة وزن مميز. بالنسبة لحجم البطارية اللي احنا هنتكلم عليها قدام، عندنا هنا سمك 8 ملي. هو ما يعتبرش من الموبايلات اللي بتعتمد النحافة، ولكن 8 ملي مازال موبايل مش تخين. هو موبايل عادي جدا، مش هيضايقك في مسكته. فلحد دلوقتي ما عندناش عيب قاتل يعني في التصميم، الا نقطة واحدة، لكن خليها ضمن العيوب اللي هنتكلم عليها في الاخر. ولكن خليني اقول لك ان عندنا من قدام الشاشة بحواف قليلة، حواف محترمة، فبتكمل باقي شياكة وتصميم الموبايل. وحابب برضو اكد عليك ان مسكة الموبايل هنا لطيفة ومميزة لسبب مهم هنا، ان حجم الشاشة عندنا هنا مش ضخم. حجم هنا متوسط 657 من 100 انش. الاموليد ال 120 هرتز الفول اتش دي بلس، سطوع هنا حوالي 1200 1400 نتس. سطوع الشاشة هنا مميز، ومش هيضايقك في الرؤية او الاستخدام يعني تحت الشمس. جاية بجودة محترمة هنا، ل 2374 بكسل في ال 1080. يعني عندك كثافة بكسلات هنا 397 بكسل في الانش، وده رقم ممتاز مفيش فيه أي مشكلة. من ناحية ألوان الشاشة فهي حلوة وهتعجبك ولا بأس بها، وده يعتبر تطوير كبير جدا كمان عن الجيل السابق اللي كان جاي بشاشة HD. دي طبعا مصيبة وحدها. كمان IPS LCD كانت ألوانها تعبانة خالص، كان بصراحة لا يعتمد عليها نهائي، يعني كانت غلطة إنها تطلع في موبايل. لكن هنا حصل تطوير إنها بقت أموليد، فيعني أخيرا يا أوبو يعني تمام. فألوانها ممتازة، ولكن السؤال هنا، هل هي أحسن شاشة موجودة في الفئة دي؟ بقى نقطة نركنها للآخر نتكلم عليها برضو. وعندي نصيحة مهمة جدا بخصوص الموبايل برضو في الآخر. ما انا عايزك تكمل معايا، احنا في كلام مهم لازم تبقى عارفه برضه. هنروح بقى بعد كده، مش هروح بقى للمعالج ولا للكاميرات، لا نستنى بقى نروح لنقطة برضه مميزة هنا، على البطارية. عندنا بطارية هنا 7000 ملي امبير. 7000 ملي امبير، الدعمة الشحن السريع ال 80 واط. خليني اقول لك بقى ان البطارية بقى اداء ممتاز معاك، هتكمل اليوم مستريح لو استخدامك تقيل، ممكن تقعد لتاني يوم معاك لو استخدامك متوسط. هتبسطك تجربة بصراحة مرضية مميزة. مع الشاحن ال 80 واط، لما البطارية دي تفضى منك، هي بطارية كبيرة بالمناسبة، محتاجة قدرة شحن عالية، وده فعلا اللي مقدماه اوبو هنا 80 واط. يعني البطارية ممكن تاخد لها حوالي ساعة ساعة وربع لحد ما تكمل للآخر. فتمام، نقطة الشحن والبطارية هي نقطة مميزة هنا وتميز الموبايل. ال A6 برو 5G بيدعم الشحن العكسي، بما أن البطارية كبيرة وحجمها ضخم ل 7000 ملي أمبير. فأنت لو احتجت تشحن موبايل تاني أو الساعة أو السماعة، فعادي توصل كابل الموبايل والناحية التانية السماعة والساعة، وتشحن السماعة دي أو أي جهاز ده من الموبايل نفسه،
عشان البطارية حجمها محترم. هنا عندنا سماعات استيريو، وموبايل يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء، شيء مميز عشان يبقى تجربة مكالمات مميزة ومتكاملة، لأن شبكات الموبايل هنا هي محترمة ومن أقوى الشبكات اللي أنت ممكن تاخدها في أي موبايل. هي شبكات اوبو، ودي نقطة معروفة. عايز شبكات جبارة، شبكات قوية تنفع معاك في مناطق هي الشبكة فيها ضعيفة اصلا، يبقى موبايلات اوبو. فنقطة ان في ميكروفون اضافي لعزل الضوضاء مع شبكات محترمة قوية مع بطارية كبيرة 7000 ملي أمبير تقعد معاك لفترة طويلة، حجم الموبايل ومسكته في الإيد مش رخمة، ووزن مش تقيل. فده للناس اللي بتحب أو شغلها معتمد على إنك تتكلم في الموبايل لساعات طويلة، فالموضوع ده يبقى مميز بالنسبة لكم. عندك بصمة سريعة تحت الشاشة مميزة. ال A6 برو يدعم ال NFC عشان شحن عدادات الكهرباء والغاز اللي بتيجي بكارت كده وتحطه على ظهر الموبايل وبتشحن بيه، او كمان مع خلال الفترة الجاية دعم جوجل باي في مصر، جوجل وولت، فهتقدر تدفع بالموبايل بتاعك في المتاجر والمحلات وكل الكلام ده. نروح بقى للنقطتين المهمين جدا هنا، المعالج والكاميرات. نبدأ بالمعالج. عندنا الدايمنسيتي 6300، المعالج ده 5G، أداؤه مميز جدا، مش هتواجه معاه أي مشكلة في الاستخدام اليومي، حتى لو حبيت تلعب هيلعبك عادي، مفيش مشكلة. فلو انا اديتك الموبايل ده بهذا المعالج من غير ما اقول لك على سعر الموبايل كام، او شلنا نقطة التسعير دي من حسباننا، يعني الموبايل هيبسطك جدا بأدائه، مش هتواجه معاه أي مشكلة. لكن طبعا احنا مضطرين نحط نقطة التسعير في الحسبان، انت برضو هتدفع رقم. فلما نيجي لهذه النقطة، فهذا المعالج مش القيمة مقابل السعر في الفئة. هدفي من البداية من أي فيديو من الفيديوهات دي إنك تعرف تختار الموبايل القيمة مقابل السعر. أنصحك بموبايل فعلا يستاهل كل جنيه انت هتدفعه فيه، لان طبعا الموبايل دلوقتي اسعارها غالية، وانت تستاهل انك تجيب حاجة مميزة فعلا وقيمة مقابل سعر. ده هدفي الاول هنا. المعالج ده عشان الموضوع بس يبقى واضح اكتر، هو اداؤه مقارب جدا جدا للميديا تك الهيليو جي 99 او الهيليو جي 100، ولكن في صورته ال 5G. طيب بالنسبة لنقطة الكاميرات هنا، فعندنا كاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل 1.8، والكاميرا التانية دي 2 ميجا بكسل للعزل. للأمانة تعتبر ملهاش قيمة، مفيش هنا كاميرا ألترا وايد، فدي نقطة لازم تاخد بالك منها. عندنا سيلفي هنا 16 ميجا بكسل فتح حاسة 2.4. الموبايل هنا طبعا بيصور 1080 30 فريم، لا يدعم تصوير ال 4K، لأن المعالج هنا ما بيدعمش أصلا تصوير ال 4K، هو آخره هنا 1080. تجربة التصوير والفيديوهات زي ما قلت لك نفس الكلام مع المعالج. لو مش هتحط نقطة التسعير دي في حسباننا، فهي تجربة عادية، مش هتبسطك، مش هتبقى مميزة، ولكن هتبقى عادية ما فيهاش مشكلة. لكن طبعا مع موضوع التسعير، وبالنسبة لباقي المنافسين، طبعا دي قطعا مش أفضل كاميرا في الفئة، ولا تنافس نهائي مع موبايلات الوحوش اللي موجود هنا، وتحديدا يعني في وحش فيهم هنا هو ملك التصوير في هذه الفئة. يعني لو أجمع لك كده أبرز عيوب هذا الموبايل عشان تبقى واخد بالك منها. المعالج هو مش الأقوى في هذه الفئة، عندنا معالجات تانية أقوى كتير من هنا. الكاميرات ما بتقدمش تجربة تصوير مميزة، وغير دعم كمان لتصوير ال 4K سواء في الكاميرا الرئيسية أو الكاميرا السيلفي. تلاتة، بالنسبة للخامات، الخامات مميزة طبعا، ولكن كان يفضل إن يبقى فيه فريم من المعدن أو ظهر من الزجاج، والاتنين دول مش موجودين. ويعني أحب أقول لك إن دي أقل المشاكل اللي كنا ممكن نتغاضى عنها لو كان في معالج حلو وفي كاميرا تدعم التصوير ال 4K. تسعير الموبايل 17000 جنيه للنسخة ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام، ولو سعره نزل شوية في بعض المحلات 16 ونص، مازال برضو ده سعر مرتفع. وطبعا ما احبش اقول كان المفروض يبقى التسعير بكام، هو عموما كان المفروض يبقى اقل من كده بحبة حلوين، كام الف يقل عن كده. لكن طبعا ما احبش اقول رقم معين، مش عايز اضايق حد بيتفرج عليا دلوقتي هو جاب الموبايل فعلا، ولكن هو موبايل مميز، ورسالتي هنا لاوبو
يا اوبو موبايلاتكم حلوه، الناس بتثق فيكم، بتحب موبايلاتكم، انتوا ساعات بتعملوا موبايلات مميزه، موبايلات جامده اهو، ولكن التسعير هنا في الفتره الاخيره بقى يظلم موبايلاتكم. فيا ريت نسعر تسعير منطقي، والناس مستنياكم وبتحبكم. اما انت يا عزيزي المشاهد واعزائي المشاهدين، لو انت شايف سبب مقنع انك تشتري الموبايل ده ومش لاقي الميزه دي موجوده في اي موبايل تاني، موبايل كويس وهيقضي معاك، مش هيأثر معاك غير في بعض النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها، وبالنسبة لتسعير الموبايل. وحبايبي المتابعين، تفتكروا ايه اكتر موبايل مميز هنا في الفئة دي، فئة ال17 ل16 الف جنيه، واللي انا ممكن ارشحه بشكل شخصي؟ لو عرفتوا ايه الموبايل ده اكتبوا لي اسمه في الكومنتات، ولو في اي استفسار انا مستنيكم. مع السلامة.